السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. والنهاردة بقى هنعمل السفرة الجامدة دي والفطار الجامد ده. ما شاء الله عملت النهاردة رز مبهر وعملت كفتة بطريقة جميلة جدا. يلا بينا نشوف عملنا الاكل الجميل ده ازاي. اول حاجة هعملها، انا معايا هنا كوباية من فول الصويا. عايزه اقول لكم فول الصويا دوت انا كنت ما بستعملوش صراحه في اي حاجه، ويعني عمري ما عملت بيه، بس بصراحه شفت كده طريقه للكفته بالفول الصويا فقلت اجربها. وعايزه اقول لكم ان بجد بجد اللي ما بيعملش الطريقه دي فايته كتير. طعمها تحفه جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. مش بس بتكتر كمية الكفتة معايا، لا كمان بتدي طعم حلو قوي. عايزة اقول لكم ان ما تفرقش خالص عن كفتة الحاتي. عملت بقى ايه؟ جبت كوباية الفول الصويا، حطيته في بولة وحطيت عليه كوباية من المية المغلية، وغطيتها وسبتها كده على جنب لمدة 10 دقايق. زي ما انتوا شايفين كده شربت المية وباشت كده او دابت شوية. هبتدي بقى ان انا اجيب مصفى. دي خطوة مهمة جدا جدا. هبتدي بقى ان انا اجيب مصفى واحطها كده تتصفى كويس قوي. لازم تضغطي بالمعلقة عليها كده وتنزلي كل المية اللي فيها. دي خطوة مهمة جدا. معايا بقى هنا بصلاية كبيرة او بصلتين متوسطين. اديتهم فرمة كده بسيطة في الاول، وبعد كده نزلت عليهم بكوباية الفول الصويا اللي انا نقعتها، واديتهم فرمه كده حلوه كده مع بعض كويس قوي. وبدات ان انا جبت اللحمه بتاعتي. طبعا كميه اللحمه انت اللي تحدديها. بصراحه انا عملت ربع كيلو من اللحمه. عايزه اقول لكم ان الربع كيلو من اللحمه ده اداني ما شاء الله طبق حلو قوي. هحط بقى التوابل بتاعتي. حطيت مكعب من مرقة اللحمة. عايزه اقول لكم ان بتدي طعم جميل جدا. وكمان حطيت معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من السبع بهارات ورشه من الشطه، وحطيت معلقه ونص من النشا. طب نشا ليه يا امل؟ علشان هقول لكم النشا ليه. علشان يضمن ان اي سوائل في الكفته النشا بيتخلص منها. يعني لو البصل منزل شوية مية، او كمان الفول الصويا ما تتعملش، ما تصفاش كويس يعني، او في نسبة مية ولو كانت بسيطة، بتأكد ان انا المية ديت مش موجودة بمعلقة النشا اللي انا حطيتها او معلقة ونص. وحطيت كمان ورق من البقدونس وضربتهم كده حلو قوي لحد ما الكفتة عملت معايا خيوط كده زي ما انتوا شايفين. جبت بقى الصينيه بتاعتي اللي انا هبتدي ان انا اسوي فيها، ودهنتها كده بدهنه من الزيت. وكمان جبت البتاع اللي انا بعمل بيها دي. عايزه اقول لكم دي بتاعت مقوره كده، كانت قديمه عندي وخلاص بايظه، فبستعملها انا للتشكيل بتاع الكفته بالشكل ده كده. بدهنت ايدي بقى بالزيت، لان طبعا انا لقيتها هنا بتلزق شويه، فقلت لا هدخلها التلاجة لمده 10 دقايق كده ولا حاجه، وبعد كده هبتدي ان انا اصبعها. هنا بقى كنت دخلتها تسمخ كده في التلاجة لمده 10 دقايق، وبعد كده طلعتها وبدات ان انا اشكلها بالشكل ده كده. خدوا بالكم من حجم الصابع كويس قوي. هقول لكم دلوقتي ليه. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان الربع كيلو اللحمه والكوبايه اللي انا حطيتها فول الصويا ديت عملوا معايا كميه حلوه قوي. ومش قادره اقول لكم على الطعم، ما عليكي من الكميه، الطعم حلو قوي قوي قوي. ان شاء الله كده تجربوها وتردوا عليا كده في الكومنتات وتقولوا لي يا امل كان عندك حق. واللي ما بيعملهاش، في ناس كتير بتعملها من زمان. انا بصراحه ما كنتش بعملها كده خالص. يعني انا اللحمه، كفتة اللحمه بعملها بالطريقه العاديه خالص، لحمه وبصل وبهارات. ما قصيش يعني حطيت فيها فول الصويا، بس بصراحه فرق معايا جامد قوي وكطعم كانت تحفه. بسم الله ما شاء الله كده. بعد ما صبعتها هحطها بقى على نار هاديه. هدي النار خالص زي ما انتوا شايفين كده شمعه. وحطيت عليها الكفتة ومن غير اي سوائل. يعني انا ما حطيتش اي مية خالص ولا زيت غير الدهنة اللي دهنت بيها الصينية. غطيتها بقى وسبتها كده على نار هادية. انتوا شايفين السوائل اللي نزلت دي الدهون اللي في اللحمة. عايزه اقول لكم اللحمه بتاعتي كانت كلها دهون. مش عارفه ليه جايباها كده من عند الراجل يعني. كلها دهون. نزلت الدهون اللي فيها زي ما انتوا شايفين كده. الصابع كش بقى النص. يعني انا عاملاه بحجم، بقى حجم تاني خالص.
فعايزه اقول لكم يعني ان خدي بالك من الموضوع ده كويس قوي. طبعا هنا عليت النار شويه وسبتها لحد ما شربت كل السوائل اللي نزلتها دي تاني، سبتها لحد ما شربت السوائل خالص. وبعد كده دخلتها تحت الشوايه. في الاثناء دي كنت انا حاطه الفحم على النار يسخن. يلا بقى نعمل شويه رز مبهر كده، ما شاء الله كان طعمه خطير وريحته كانت خطيره. معايا هنا بصلايه كده متوسطه مفرومه ناعم، بدات ان انا اشوحها كده في الزيت اهو بالشكل ده كده. انا زي ما قلت لكم دايما مش عايزه البصله تاخد لون خالص، يا دوبك بس تدبل. اول ما البصله بتاعتي دبلت معايا هبتدي ان انا انزل بالبهارات اللي معايا مكعبين من مرقه اللحمه، ومعايا كمان معلقه كبيره من الكركم، ومعلقه من الكاري، ورشه من الفلفل الاسود، ورشه من الكمون، ورشه من الشطه، والكزبره كمان الناشفه. وهنظبط الملح بالشكل ده كده، وهقلب البهارات دي كلها كده مع البصله كويس قوي، علشان زي ما احنا متعودين مع بعض اطلع كل النكهات اللي في التوابل اللي معايا اهو بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله. إيه التحميصه دي بتفرق جدا في طعم التوابل ونكهتها في الاكل. بعد ما اخدوا تشويحه حلوه قوي كده، طبعا كان الرز معايا مغسول، بدأت ان انا انزل كده بالرز بتاعي، وهشوح بقى الرز بالتوابل بالبصل كويس قوي لحد ما اسمع كده التشتشه دي اللي هو يعمل تش كده، تعرفي كده ان الرز اتغلف كويس قوي بالتوابل وبالبصل اهو بالشكل ده كده. قلبي قلبي كويس قوي. الطريقه ديت او الخطوه دي بتفرق جدا في الرز وطعم الرز، وبيديكي رز مفلفل، بيبقى الرزايه كده مفلفله كده مش معجنه، وبتبقى لمعه كده هنا حسيت ان اللون بتاع الكركم يعني قليل شويه، او مش دي درجه اللون اللي انا عايزاها، فحطيت شويه كمان. عايزه اقول لكم ان الكركم فوائده خطيره جدا، وبجد بجد حلو جدا للعظم، فوائده كتير حقيقي. فحاول ان انت تدخلوا التوابل المهمه اللي فيها قيمه غذائيه او حلوه للجسم دي، زودوها في الاكل، بس طبعا مش في كل الاكل. بسم الله ما شاء الله. شكل الكفته بتاعتي وهي في الفرن اخدت اللون الحلو قوي ده. فهنا بقى كان كمان الرز اتشرب، بدات اديله تقليبه كده، وههدي النار عليه وهسيبه بقى براحته كده يستوي. بسم الله ما شاء الله. الكفته كانت ريحتها جايبه اخر الشارع، وكانت طريه كده، وكانت حلوه قوي. معايا بقى الفحم بتاعي كده كان سخن شويه حلوين، حطيت عليه نقطه كده من الزيت، وغطيت بقى الكفته وقدمتها بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. وكان في مخلل وبطاطس، حمرت بطاطس، وكمان العصير بتاعنا عصير فراوله. عايزه اقول لكم ان ولادي بيعشقوا حاجه اسمها عصير فراوله، يعني مش عايزين اللي هو كل يوم. بسم الله ما شاء الله. وكمان عملت البقدونس ورصيت عليه الكفتة بالشكل ده، وعملت جرنش كده سهل كده وبسيط. وبسم الله ما شاء الله، ده كان الفطار بتاعنا. يا رب ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. وما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لو لسه ما اشتركتيش، وتحطي لي لايك كده من ايديك الحلوة، وكمان تسيبي لي كومنت كده يكبر الخاطر كده. ربنا يكبر بخاطركم يا رب في الأيام المفترجة ديت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.